السلام عليكم غالياتي، إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. غالياتي، في استمرار سلسلة حلويات العيد جتكم بحلوى بدون فرن. يعني نقول لك حبيبتي، بالأخص اللي ما عندهاش الفرن، نقول لك جبت لك هذا الحلوى بزاف بنينة وبريزونطابل، شكل تاعها بزاف راقي، طريقتها في التحضير سهلة بمكونات بسيطة، وانتم تحضرتوا على أروع حلوى ممكن تحضروها. درتها لكم على شكل سيجار، محشية بالطافية، تجي من أروع ما يكون. نقول لكم غالياتي، تبوا معايا فقط لا فيديو هكا باش تستفادوا من الوصفة وتجربوها. غالياتي، هذا الوصفة تجي بزاف بنينة وتجي طرية ومعلكة، يعني القوام تاعها يجي ما شاء الله. نقولوا بسم الله ونبداو في الوصفة تاعنا. في ريسيبي عندي هنايا كاس تاع كاوكاو محمص ومطحون. نشوفوا باللي الكاس اللي استخدمته يرفد 220 ملي، يعني المكونات بسيطة، ولكن تخرج لكم كمية ما شاء الله. عندي كاس تاع بسكوي كنت رحيته، بالنسبة للقاطو كنت استخدمت برينو، درت غير واحد يعني دلي كاس. عندي هنايا كاس تاع القفريط، درت بذوق الشوكولا ثاني كرحيته، يعني ترحيو كلش في الاشوار. عندي هنايا كاساتي، يعني الكي اللي كيلت به هو كاس تاع لاتاي، درتو حلوة الترك، كنت فتتها. درت هنايا نصف ملعقة تاع لافاني، نصف ملعقة كبيرة، وعندي ملعقة كبيرة تاع الكاكاو البني. بالنسبة هنايا للكاكاو، يعني رايح يعدل لكم الحلاوة تاع الحلوى تاعنا، يعني هكا باش ما تجيش بزاف حلوة وتقهم. يعني هذاك الكاكاو رايح يدير لنا هذاك التوازن في المذاق. نخلطوا هنايا المكونات تاعنا هذو جيدا. من بعد رانا رايحين نضيفو ملعقة كبيرة تاع لا مارغرين، تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، ونكملو هنايا نلمو الحلوى تاعنا بالعسيلة ولا العسل. انا لهنا كان عندي صنع منزلي، يعني راكم تشوفوا باللي المكونات جد سهله. عندي كيله تاع الكاوكاو محمص ومطحون وكنت رحيته، كيله تاع البسكوي قلت لكم انا استخدمت برينو، يعني يعني يعطاني واحد البنه ما شاء الله. وعندي كذلك كيله تاع الكوفريت، درت بذوق الشوكولا، يعني شريو النوعيه اللي تحبوا. درت لافاني، ودرت حوالي 2 ملاعق كبيره تاع حلوه الترك ولا كاس تاع لاتاي، ولا تقدروا ديروا نص الكيله اللي تبعتوها. ودرت ملعقة كبيرة تاع المارغرين ولا الزبدة تكون طرية، وكملت هنايا نعجنها ونلمها غير بالعسل. هاي لكم هنايا غالياتي، بعد ما كنت لميت يعني هذيك لاباط تاع المكونات اللي كنا ذكرناهم سابقا. عندي هنايا هذا الكوفريت سيجار، تشريو الكمية، يعني انتوما على حساب الكمية اللي راكم رايحين تخرجوا. انا كنت شريت غير الكمية هذه، سقامت لي غير 5000. وعندي كذلك الحشو، طوفيا كراميل، تقدروا ديروا نسلي صنع منزلي ولا ديروا طوفيا كنت حطيتها في الفيديو، يعني درتها لكم صنع منزلي. اذا ما بغيتوش تشريو الطوفيا تقدروا تحضروها في البيت. نجي هنا غالياتي، درت الكميه من الطوفيا في لابوش، ونجي هنايا نعمر لي سيجاره التوعيب بهذه الطريقه. الجهة الأولى اللي تكونوا تعمروا فيها الطافية، لما نجيو نقلبوا القفريط، يعني كالو بصبعكم من التحت هكذا، هذيك الطافية ما رايحش تسيلي لكم من التحت. بالنسبة هنايا يعني نتوما الحشو لكم الخيار، تحبوا تحشيوها بالطافية كيما درت انا، تحبوا ديروا بالشوكولا طالع ماكسون، تحبوا ديروا بالكابريز، تحبوا ديروا معجون وتخلطوا له شويه تاع حلوه الترك. يعني راني عطيت لكم الخيار وانتم تفننوا في الحشو تاعكم. هنا يا غالياتي في بلاستيك حطيت لاباط تاعنا هذيك العجينه، ونزيد نغطيها ببلاستيك من الفوق هكذا تسهل لي اني نحلها. هاوليكم هنا غالياتي كنت قرصتها، يعني حاولوا تقرصوها، يعني السمك تاعها يكون شويه رقيق. هنايا جبت الموس ونحي هذوك الزوائد، نخليها على شكل مستطيل هكذا باش كي نحط السيجار تاوعي ونطويهم يعني تجينا الخدمه سهله. نحيو هذوك الزوائد، طبعا الزوائد هذوك نضيفوهم للعجينه اللي ما زالت، نغطيوها بساشي هكا ما تيبسش. من بعد هنا يا غالياتي جبت هذوك لي سيجارات تاوعي اللي كنا حشيناهم بالطوفيه، ونحطهم بهذه الطريقه، ونقسم العجينه تاعنا يعني على حساب الحجم ولا الطول تاع السيجاره تاعكم. من بعد هنا يا غالياتي نستعين بهذاك الساشي ولا البابي فيلم، ونرولي العجينه حول هذاك السيجار، ونقطعوه هنايا بالموس كما راكم تشوفوا. نهز الحبه بهذه الطريقه، نحاول نقفلها جيدا.
ونزيد نقفلها في الأطراف، يعني حاولوا أنكم تغطيو كامل هادوك لي سيجار بهذه الطريقة. بالنسبة هنايا اللي تحب دير السيجار، يعني تعرفوا بلي السيجار يجي شوية طويل، تحبوا ديروه كومبلي، تحبوا تقسموا الحبة تاع السيجار على 2، يعني بعد ما تعمروها، ولا تحبوا في الأول يعني تقسموا السيجارة تاعكم على 2، من بعد تعمروهم تحشيوهم بواش حبيتو، من بعد نحطوا السيجارة تاعنا يعني بنفس الكيفية، ونقسم يعني على حساب الحجم تاع السيجار، ونرولي بهذه الطريقة، ونحاول إني نقفل جيدًا في الأطراف، هكذا نحاول نكوفريو الحبة تاع السيجارة تاعنا تولي ما تبانش، هكذا ما تسيحش هذيك الحشو اللي حشيناه من الداخل. هنايا غالياتي كنت ذوبت شوية تاع شوكولا، أنا استخدمت دادا بالحليب، ذوبتها، ضفت لها هنايا كمية من حوالي ملعقة تاع الزيت، ونخلط بهذه الطريقة. رايحين نتحصلوا على كلاصاج تاع شوكولا يجي لماع ويجي خفيف، يجي ما شاء الله، يعني ما تديلكمش بزاف تاع الشوكولا. ونجيبوا الحبات تاع السيجاره تاعنا ونقلاصيوهم بهذه الطريقة، ونحطوهم فوق ساشي هكذا، من بعد تجيكم الخدمة سهلة. انا نكمل نقلاصيهم بنفس الكيفية كما راكم تشوفوا. غاليتي كاين كمية كنت بوليتهم بهذه الطريقة، يعني درتهم كويرات، فتحت الكويرة في النص ودرت لها شوية تاع الطوفية، يعني حشيتها بشوية تاع الطوفية، وقفلت الكويرة تاعنا، وجبت هنايا قلاصيتها بالشوكولا. هكذا بغيت يعني الصحن نتاعي ندير له شوية تزيين، وفي نفس الوقت يعني نعطيكم يعني لكم الخيار نتوما في البنيو نتاعكم كيفاش تشكلوا. تحبوا ديروا في سيجار كيما درت انا في الاول، يعني يكون طويل، تحبوا ديروا تقسموا الكوفريت على 2، واللي ماذا ما بغاتش خلاص يعني دير هذاك الساقر في النص. نقول لك غاليتي يعني غير كوريهم واحشيهم بالطوفيه ولا بوش حبيتي، غلق الحبه تاعك وقلاصيها عادي. هنايا هذوك لي سيجار اللي درتهم يعني طوال، كنت بغيت نديرهم يعني كلاصاج فيريرو، درت الشوكولا هذيك درت لها كميه تاع الكاوكاو محمص ومطحون، وقلاصيت الحبات تاوعي وزينتهم بشويه تاع الفوي دور. بالنسبة لهذوك الحبيبات يعني اللي كنا كورناهم، درت لهم شوية نكري ميتاليك في الدوغي، ودرت لهم حبة تاع اللوز كنت يعني غلفتها ولا دهنتها بالنكري دوغي، يعني كتزيين بسيط. هنايا بالنسبة لهذوك لي سيجار اللي كنت قسمت الكفريت على 2، درت لهم هنايا خطوط من الشوكولا بهذه الطريقة. وهاوليكم هنايا غالياتي البنيون تاعنا في الشكل تاعو النهائي. نتمنى تكون عجبتكم الكيفيه، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، نتمنى كذلك تجربوها لانه بزاف بنين هذا البنيون، يعني اللي رايح ياكلو رايح ينبهر في المذاق تاعو، يعني راه البنه تاعو ما شاء الله يجي يذوب في الفم، بالاخص هذاك الحشو تاع الطوفيه زاد عطالو بنه على بنه. نجي هنايا غالياتي نقسم معاكم هذاك اللي صغار هكا باش تشوفوا الكيفيه تاعنا يعني من الداخل كيفاش جات. شوفوا هذاك الكفريت يعني كيفاش جا محشي بهذاك الطوفيه ما شاء الله. شوفوا هنايا كي نعبز على هذاك الكفريت يعني تجي هذيك الطوفيه خارجه ما شاء الله، واحد البنه. نتمنى فقط انكم تجربوه لانكم رايحين تفرحوا بالنتيجه تاعو. شوفوا هنا البنيون تاعنا كيفاش يجي طري ويجي ما شاء الله. نزيد هنا نقسم معكم الحبه يعني هذه اللي كنا كورناها، شوفوا هنايا كيفاش كي حشيتها بالطوفيه كيفاش جات ما شاء الله. الى هنا غالياتي، نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، تهلاو لي في رواحكم، ما تنساوش تدعموا لي لا فيديو بهذاك الجام الحلو كيما نتوما. خلي لي الراي تاعكم في التعليقات، جميع وحده جربت شي وصفه من وصفاتي، ونقول لك حبيبتي خلي لي الراي تاعك في التعليقات لانه بزاف يهمني. كذلك بارطاجيو لي لا فيديو مع الاهل والاصدقاء اللي دعم الفائده، وانتظروني في وصفات اخرى، ونقول لكم سلام.